السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ناصر من فريق قادة العمل. طبعا اليوم الفيديو اللي معنا هذا مقدمة. طبعا احنا بنشرح عن كورس. تمام. في عدة دورات، يعني من الصفر ان شاء الله الين ما الاحتراف بإذن الله. فيه يعني دليل اساسيات المبتدئين، المؤشرات، كيف قراءتها، خطوط الترند كيف رسمها وكيف وعلى أي أساس ترتسم، خطوط الدعم والمقاومة. تمام. والأشياء الأمور الأساسية. ومن ثم بعد هذه الثلاث دورات بنبدأ في الدورة الرابعة اللي هي ال- المؤشرات الفنية والتحاليل وهذا الأمور. بيصير كل فترة أو كل 3 أيام تقريبا، أو في الأسبوع مرتين بيصير ننزل مقطع عن التحليل، كيف المؤشرات كيف استخدامها. طبعا هذا الكورس او الدورات هذه، تمام، يعني ملخصة بقدر الامكان، وفيها الامور المهمة والاساسية. طبعا هذه المقدمة، وان شاء الله خلال 24 ساعة بينزل تصوير اخر او جزء الاول في توضيح الشموع اليابانية. تمام. طبعا مع المقدمة بنشرحنا بعض الامور، ومن ثم بيكون في تقريبا كل يومين يعني درس تكملة. ليش؟ على أساس الناس تأخذ كفايتها، آه تفهم المؤشر، تطبقه، تنفذه، وبعدين تضيف عليه المعلومات الأخرى. طبعا نبدأ بسم الله. طبعا هذا الكورس يعني من الصفر إن شاء الله بنبدأ فيه. تمام. ويحتوي على 3 مراحل، اللي هو دورة تحليل الشموع اليابانية، وهذا اللي بنبدأ فيها الآن إن شاء الله. كيف إيش الشموع اليابانية، كيف فكرتها، كيف عملها، كيف تحلل منها. بنشرح بعدها دورة أخرى بعد ما ننهي الشموع اليابانية لخطوط الدعم والمقاومة، ومن ثم بعدها خطوط الترند. تمام. بكافة تفاصيلها، هي الأمور الأساسية. الدورة الأخيرة اللي هي بتكون المؤشرات والتحليلات الفنية. طبعا هذه الأخيرة يعني بتكون شبه دائمة. ليش؟ لأن المؤشرات كثير، وفي كل يوم طرق تحليل جديدة، في طرق مؤشرات جديدة، فبنبدأ فيها من البسيط البسيط إلى ما نتعمق إلى الأمور العميقة إن شاء الله. وأنا بشرحها بأبسط طرق، وعلى مثل ما يقولون يعني توصل للجميع. طبعا بيتم الشرح والتطبيق على منصة جوليكس، تمام، وعلى الترند فيو، وعلى العملات الرقمية اللي هي الجول سي والبيتكوين. تمام. وعلى الفوركس طبعا بنستخدم زوج الدولار واليورو والذهب تقريبا مع الدولار او احداهما يعني، وعلى الاسهم. يعني هذه الدورات او الكورس هذا بيكون شامل لفهم المؤشرات، لفهم التحليل كيف، وانت تطبقه على مكان ما تبغى. تمام. طبعا منصة جولكس اللي هي هذه يعني قد معروفة عند الجميع. تمام. واحنا بنستخدم فيها ثواني خلينا تظهر هذه طبعا. تمام. آه عملة الجول سي بنطبق عليها. طبعا التطبيق في عملة جول سي يعني لن يكون دقيق 100%. ليش؟ لأن كل ما كانت العملة أقدم، لها تاريخ، فيها متداولين كثير، يكون التحليل أو تطبيق الاستراتيجيات فيها أفضل بكثير. ولكن بنضرب عليها مثال. تمام. اللي بيكون أكثر شيء يعني المثال ناجح فيه اللي هو الترند فيو. هذا هو الترند فيو. ادري ظهر معكم؟ لا.
هذا الترند فيو، ايش ما يظهر. هذا هو الترند فيو. تمام. بيكون التحليل هذا عملة البيتكوين، بيكون عليه التحليل، وبنستخدم اللي هي الأسهم تسلا، بنضرب عليها في الشموع اليابانية. تمام. وفي الترند، رسم الترند والمدعم والمقاومة نفس الفكرة، ولكن بنشرحها على الجميع. تمام، أساس تسهل للجميع إن شاء الله. طيب، هذه نصائح مهمة نقدمها. تمام، مهمة لأي شخص. أول حاجة، اترك العاطفة جانب، بمعنى أنك يعني لا تدخل في عملة أو في يعني منصة ما، أو أنك تتداول أو شيء علشان صديق قال لك أو نصحك. تأكد منها بنفسك. تمام. النقطة الثانية، ادخل السوق وتداول بما تستطيع تحمل خسارته. يعني لا تروح تبيع سيارة أو تروح تتسلف. شخص قال لك هذه عملة بتضرب في ساعات وبتوصل ملايين وبمبات ومدري. لا، ادخل بشيء فايض عليه حتى لو قليل، 50 دولار 100 دولار، اوكي، تربح قليل لكن افضل لك وامن لك، ويعني وافضل بكثير لك. لا سمح الله ما نجحت العملة، طالت المدة، غيره، تكون انت في امان، تستطيع انك تتحمل الانتظار، تتحمل لا سمح الله في خسارة في شيء. هذا في جميع انواع، سواء عملات رقمية او غيره، في التجارة الالكترونية خاصة. النقطة الثالثة، البحث عن السوق والمعرفة تفاصيله. يعني انت تبغى تدخل في عملة ايا كانت، بيتكوين، اثيريوم، جول سي، ايا كان، ابحث عنه، اقرأ عن العملة، اعرف مشاريعها، اعرف حركتها المالية. تبغى فرضا في منصة معينة تدخل فيها، تبحث عنها. آه، يعني زي فرضا الأسهم تسلا، بتبحث عنها، كمية المتداولين فيها، إيش الأسواق اللي تأثر عليها، إيش الأخبار اللي تأثر عليها، تبحث بجميع تفاصيلها. واليوتيوب وجوجل ما يقصر، مليان بتجد. النقطة الرابعة، تداول بقناعة وثقة. يعني يوم تدخل أنت بقناعة في السوق وواثق، تنجح. الثقة تلعب دور. ليش؟ لأنك أنت واثق في طريقة عملك، في طريقة إنتاجك، كيف بتحلل، كيف بتسوي. لا تخدعك المرابح الكبيرة. في التليجرام أكثرهم عطنا فلوس 50 100 دولار خلال 24 ساعة، نضاعفها لك مئات. هذه أكثرها تكون نصب. أنا ما أقول إنها مستحيل، لا، قد تحدث نعم، بس مرة، لكنها مش بشكل دائم. يعني مش كل يوم بيعطيك مكاسب 500 دولار. البامبات تحدث إذا صدفت معاك وعرفت وشغلتها شغلة، يعني صعب إنك تجدها. أو شخص يقول لك عطني 50 أو 100 دولار أنا بشتغل لك. طيب هو يشتغل بنفسه، عطني الطريقة، أنا بشتغل بنفسي، ما يحتاج. عرفت؟ فالمبالغ المربحة الكبيرة هذه اللي بشكل يومي تجنبها. أنت يوم بتدخل الآن إن شاء الله مع هذا الكورس بتعرف كيف تحلل، حتى لو ما دخلت بفلوس. تحلل وتشوف تحليلك صح أو خطأ، بتعرف إنك كم كسبوا وقد إيش يكسبون وهذه الأمور. تعلم وتداول بنفسك. تداول بنفسك حتى لو ما تعرف، تعلم. لا أنا أبغى كذا، لا، تعلم. تأخذ لك أسبوع أسبوعين شهر تفهم الأمور، تجرب مرة مرتين وتمشي الأمور وتنجح معك. النقطة اللي بعدها، حدد نسب الربح واطلع من السوق. الطمع يسبب الخسارة. يعني معاك 100 دولار، دخلت صفقة حللتها أنت، أو قريت عليها تحليل من شخص واثق فيه والشغلات هذه، نجحت معك، كسبت فيها 10 دولار، يعني 10% كسبت. اسحب واخرج من السوق. لا، مش انك تنتظر، لا انا ابغى اكسب اكثر 20 30، لا ابغى 50. كل صفقة ناجحة
اجني أرباحها وادخل صفقة جديدة، وهكذا. لأن الطمع هو أساس اللي يسبب الخسارة والانهيار بشكل عام. التحليل والمؤشرات هي مكملة لبعض في التحاليل، لا تعتمد على نوع معين. يعني الآن زي هذا الكورس فيه تحليل الشموع الياباني، بعدها رسم الترند، بعدها خطوط الدعم والمقاومة، بعدها الاستراتيجيات. هذا آخر نقطة، بس أهم شيء الثلاث النقاط هذه. يعني الآن بنبدأ في الشموع اليابانية، إيش بيكون بعدها؟ مش إنه خلاص بعتمد الشموع هذه 100%، لا، الشموع تعطيك نسبة التوقع إنه السوق بيهبط، السوق بيرتفع. يوم بتضيف عليها الترند أو خطوط الترند، وبتضيف عليها الدعم والمقاومة، يعطيك التأكيد 100، يعني ما بقول لك 100%، بس بنسبة عالية. وفي الأخير هو مجرد يعني تتوقع، يعني يكون توقعاتك شبه 90% صحيح. عرفت؟ وفي النقطة الأخيرة ابقى على اطلاع دائم على السوق. يعني مش تدخل تاخذ صفقة وتحلل ساعة وتخرج تجلس أسبوع تدخل مرة ثانية، لا، لأن في أمور مستجدة، في حاجات لازم تتابعها تقريبا بشكل يومي عشان تعرف حركة السوق، وهذا بناخذها إن شاء الله. طيب الآن بنبدأ إن شاء الله في الشموع اليابانية، وهذه مقدمة بنقدمها. طيب ما هي الشموع اليابانية؟ الشموع اليابانية هي الرسم، الشمعة الحمراء والخضراء، تمام، توضح حركة السعر. طبعا اللي سواها باختصار أو اللي ابتكرها شخص ياباني قبل 1500 أو قبل 1800 سنة، تمام، في وسط سوق وهم يبيعون الشعير والرز والدقيق وهذا الأمور. حب يسوي طريقة عشان يعرف متى يرفع الأسعار ومتى يسوي نزول في الأسعار، متى يبيع غالي وكذا. فسوى هذه الفكرة اللي هي فكرة الشموع اليابانية، بناء على حركة السوق. إذا جو الأشخاص يشترون في أيام ومواسم معينة تكون حركة، فرسم الشمعة اللي هي الارتفاع، والعكس. فهذه هي الطريقة، تمام. يعني من خلال الشمعات احنا نفهم حركة السوق، طلوع أو هبوط. طيب مميزات الشموع. مميزات أنها لها هي يعني أشكالها متعددة، في الشمعة الطويلة، في القصيرة، في النص، في اللي تجيك شكل دوجي، في اللي يعني عدة أشكال لها. ولكن تمام، هي تخليك تعرف تقرأ السوق، بناء عليه تعرف تقيم السوق إنه هل هو بيصعد أو بينزل بنسبة جيدة. وبالإضافة إلى الأمور الأخرى مثل الترند، وهذه تعطيك تفاصيل أدق أو توقع بنسبة عالية. وهذه الطريقة يعني يستخدمونها المستثمرين بشكل عام والمحترفين أساسا، لأنه خلاص يعني بمجرد النظر يعرف السوق بيطلع بينزل بنسبة توقعاته اعتمادا على بعضها. طبعا الشمعتين عندنا احنا الخضراء والحمراء يسمونها الدببة والثيران، البيرز اند البولش، اللي هو الدببة والثيران. الثيران بشكل عام يعني ارتفاع السعر، ارتفاع. الدببة يعني الهبوط، فتسمعهم دائما يقولوا لك صراع الثيران والدببة. يعني الدببة تحاول تنزل في الأسعار، تجي الثيران تواجه ترفع في السعر، والعكس صحيح، يكون السعر مرفوع تجي الدببة تسيطر على السوق وتنزله. تمام، يعني هذا المفاهيم لأنها تفيدك يوم تقرأ تحليل ما أو بتسمع الكلمة تفهم إيش قصدهم عليه. طيب أجزاء الشمعة الرئيسية. الشمعة مثل هذه الخضراء أو الحمراء، الخضراء ارتفاع، الحمراء هبوط. يجيك خط صغير هنا فوقه يسمونه الأنف أو الظل العلوي، تمام. وهذه النقطة يكون سعر الافتتاح أو الإغلاق، تمام. سعر الافتتاح إذا كانت الشمعة حمراء يعني هي تفتح من هذه النقطة وتغلق تحت
عشان كذا تصير حمراء. ليش فتحت؟ فلنفترض ب10 دولار فتح السوق وأغلق على 8 دولار، يعني في هبوط. في الشمعة الخضراء يكون العكس، شمعة الافتتاح تحت اللي هو فتح السوق فرضا على 10 دولار، لكن صعد السعر إلين 12 دولار وأقفل الشمعة، يعني في صعود، هنا يكون الإغلاق. طبعا الشمعة هذه إيش تمثل؟ هذه تمثل حسب الوقت اللي أنت تختاره. إذا أنت مختار فرضا 15 دقيقة الواجهة الفريم اللي فيه المؤشرات، تمام، يعني مثل اشرح لك الآن على الجولكس. وين الجولكس؟ يعني هذه على الجولكس، تمام. لو تلاحظون في تايم هنا فوق دقيقة و5 دقائق وكذا، أنا حاط الآن 4 ساعات. الشمعة الوحدة هذه، تمام، سواء كانت حمراء أو خضراء، تمثل 4 ساعات بالضبط. إذا أنا حطيته 60 دقيقة اللي هي ساعة، يتغير معي المؤشر، يعطيني كل شمعة مدتها ساعة، تمام. كل شمعة مدتها ساعة فقط، يعني خلال ساعة قد إيش نزل السعر، قد إيش وصل. أوكي. طبعا الذيل أو الظل اللي فوق هذا العلوي يمثل أعلى سعر، يمثل أعلى سعر للعملة، وصل كم وبعدين سيطر هنا السوق. واللي في النص هذا الجسم، والذيل اللي هو أدنى سعر. يعني كمثال آخر، السوق فتح على 10 دولار، تمام، فخلال الساعة اللي أنا مختارها اللي هو الوقت هذا، ارتفع فرضا إلى 11 دولار، ورجع نزل إلين 6 دولار، ولكن أقفل قبل الساعة على 8 دولار. إذا سعر الافتتاح 10 وسعر الإغلاق 8، فصار هبوط. طيب كم أعلى سعر وصل له؟ وصل إلى 11 دولار أعلى سعر، وأدنى سعر وصل إلى 6 دولار. مش شرط يكون في خطوط، ممكن تكون زي كذا، زي الخضراء هذا ما فيها أي خطوط، ممكن يكون فقط الأنف أو الظل العلوي فقط، ممكن يكون الذيل بدون خط فوق. هذا الخط معناه إنه كان في محاولة، يعني زي الآن هذا الدببة مسيطرين، كان في محاولة للثيران اللي هم اللي ارتفاع السهم يرفعون، ورفعوا شوي لكن ما قدروا، فسيطرة الدببة أكثر كانت، فكانت السيطرة أقوى ما بين 10 دولار إلى 8 دولار، سيطرة الدببة بشكل قوي على السوق. وهذا توضيح أيضا، أعلى سعر اللي هي الشمعة هنا فوق الخط أو في الأنف، وسعر الافتتاح وهذا الجسم، وهنا سعر الإغلاق وأدنى سعر، هذا شمعة الهبوط. شمعة الصاعدة أو الارتفاع أعلى سعر وأدنى سعر نفسه، لكن سعر الإغلاق والافتتاح غير، يعني فتح وطلع السعر وأغلق هنا، فيصير هنا إغلاق السوق، تمام. هي تركز فيها شوي تحفظ تفهمها، ومش شرط قلت لكم اللي هو الذيل يكون موجود، أو يعني زي هذا ما فيها ذيل أنا راسمه، يصير هو أدنى سعر اللي هو سعر الإغلاق، أدنى سعر وصل له، تمام. وأيضا في المؤشر يبين معك، تمام، يعني بدل ما تقعد أنت تقراه في المؤشر يبين معك بشكل واضح. يعني خلينا الآن بنروح لمنصة الجولكس. طيب تلاحظون فوق هنا أنا الآن بحط بالمؤشر هنا على هذه الشمعة الخضراء، تمام، وفي هنا مكتوب لو اللي هو أدنى سعر، هذا خلال 24 ساعة، والهاي أدنى أعلى سعر خلال 24، لكن أنا أبغى هذه الشمعة، تمام. الآن نرسم بالفرشة، أنا أبغى هذه الشمعة الخضراء، نبغى هذه الشمعة الخضراء، تمام. فين نروح؟
تشوفونه هنا مكتوب. تشوفونه هنا مكتوب الاو يعني اوبن، تمام، والاتش اللي هو الهاي ارتفاع، واللو اللي هو اقل، والسي اللي هو كلوز او اغلاق. طيب انا بحط على الخضراء بقرا فوق، فتح السوق على 13.72، وصل الى 15.5، ادنى سعر 13.10، واغلق السوق على 15.5. ليش؟ طيب صارت خضراء، وش السبب؟ لأنه أغلق السوق على 15.5، أعلى من سعر الافتتاح، فصارت الشمعة معنا بهذه الطريقة شمعة خضراء، ولو العكس بتكون معنا شمعة حمراء. طيب نموذج الشموع الياباني، عندنا نموذجين. النموذج الأول يسمى انعكاسي أو مفصلي، ونموذج استمراري، تمام. طيب إيش الفرق بينها؟ الانعكاسي يعني عكس الشمعة، إذا وجدت هذه أو جات احتمال يكون السوق عكس، يعني إذا كان السوق هابط وجات شمعة تمام معينة، بيصير السوق عاكس، يعني بيرتفع. الاستمراري يكون هبوط فرضا، وتيجي شمعة أو شمعتين، تمام، ولكن يستمر السوق في هبوط. هذا نماذج استمرارية، اللي هي الشموع اللي توضح لك ان السوق ما زال هابط، يعني لا يغرك الارتفاع هذا. والعكس صحيح، ممكن يكون ارتفاع وتيجي شمعتين تبين هبوط لكن يستمر ارتفاع. وهذا المفصلي او الانعكاسي نفس الطريقة، قد يكون السوق ارتفاع، تأتي شمعة معينة تعطيك ان السوق يعني بيصير عكس، بيصير هبوط. اوكي، طبعا كل هذا بناخذ عليه امثله، تمام، يعني في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. طيب اقسام الشموع اليابانيه. الشموع اليابانيه عندك شموع احاديه، يعني شمعه واحده تقدر تقيس عليها او تسوي عليها النماذج اللي تحلل عليها السوق. وفي شموع ثنائيه، يعني لازم تكون ثنتين مع بعض عشان تعرف حركه السوق. وفي شموع ثلاثيه، 3 شمعات مع بعض تقرأ. وفي رباعي وخماسي، لكن هذه أهم النقاط وأكثرها تجي، اللي هي واحد، شمعة أحادية ثنائية وثلاثية. طيب أنواع الشموع. أنواع الشموع عندك الشموع الأحادية اللي هي من شمعة واحدة. الانعكاسية يعني هذه الشموع اللي هي من شمعة واحدة، ويوم تشوفها تعرف إن السوق في احتمال إنه يصير عكس، إذا كان هبوط بيصير ارتفاع، والعكس صحيح. في شمعة تسمى المطرقة، اللي هي هذه، سواء كان لونها أخضر أو أحمر، الثيران أو الدببة اللي مسيطرين عليه، تكون هذه اسمها المطرقة، تمام. بنشرح بالتفاصيل أيضا، لكن الآن هذه المقدمة تفهمون أنواع الشموع، تمام. وبنشرح كل وحدة لحالها بإذن الله. وعندك الشمعة المطرقة المقلوبة، سواء كانت دببة مسيطرين عليها أو الثيران، أو يعني لونها أخضر أو أحمر. وفي عندك شمعة دوجي، هذه دوجي اللي تيجي زي علامة الزائد. وفي شمعة الشهاب. وفي شمعة الرجل المشنوق. طبعا لو تلاحظ زي الرجل المشنوق والمطرقة نفس بعض، ولكن في شروط تكون تعرف ان هذه مطرقة او رجل مشنوق، مثل الشهاب والمطرقة المقلوبة، تمام. طيب الشموع الثنائية الانعكاسية اللي قلنا عليها ان لازم تكون ثنتين مع بعض عشان نعرف ان السوق الان يعكس اتجاه. شمعة السحابة القاتمة او سحابة الظلام يسمونها، هذه يكون شكلها. شمعة الخط الثاقب، شمعة ابتلاعية، يعني كأن هذه الشمعة توكل هذه ابتلاع.
شمعة ابتلاعية بيع عكس. ليش؟ لأن الكبيرة حمراء. شمعة الانعكاس الشراي إذا كانت زي بعض. شمعة الانعكاس البيعي إذا كانوا زي بعض يعني بيصير بيع، بيصير انخفاض، بتصير دببة. عندك شمعة الهرامي. الهرامي، هذا الهرامي معناها بالياباني المرأة الحامل. انت تخيلها شكل مرأة، هذه جسمها وهذا بطنها. شمعة الهرامي البيعي. تمام. طبعا هذا نفس الطريقة بنشرح عن واحدة واحدة. وفي عندك الشموع اليابانية الثلاثية أيضا انعكاسية، يعني إذا جات الثلاثة هذا تعرف أن السوق يكون عكس بعض. نجمة الصباح وعندك نجمة المساء. عندك الغربان الثلاثة. تمام. بحكم أن يعني يسمونها اليابانيين الغربان الثلاثة بحكم أن الغراب نذير شؤم عندهم. وعندك الجنود الثلاثة. طبعا هذه تأتي في هبوط، هذه في صعود، بيتم شرحها بالتفصيل إن شاء الله. عندك الشموع الاستمرارية، هذيك الآن اللي كلها أخذناها، اللي هي الأحادية والثنائية والثلاثية، هذه كلها كانت عكسية، يعني إذا وجد السوق تعرف أن السوق بيكون عكس. النمو شموع الاستمرارية. عندك شمعة الطرق الثلاثة يسمونها، تشبه الغربان ولكن لازم تكون قبلها وبعدها شمعتين عكسها وبشروط معينة وبنشرحها. هذا تعرف ان السوق بيكون في استمرار على ما هو عليه في الهبوط، عفوا في الصعود. تمام. يكون السوق صاعد، تجي هذا تفكر ان السوق بيهبط، لا بيستمر في الصعود. والعكس صحيح، في الاتجاه الهابط يكون السوق هابط، تجي هذه الشموع تفكر ان السوق بيطلع ولكن لا، هو ما زال فيه هبوط. يعني هنا من محاولة الثيران انهم يرفعون، ولكن الدببة ترجع تغلبهم مرة اخرى وينزل السوق. وفي عندك عفوا هذه نجمة الصباح، نعم الاستمرارية هنا. خلاص الآن نكتفي احنا الآن بهذا المقدمة. انت الآن في المقدمة هذه راجع الفيديو مرة مرتين واحفظ هذه، مش احفظ عفوا، افهم الاشكال هذه، ارسمها. تمام. ونستمر ان شاء الله في الفيديوهات القادمة تفصيل